بسم الله. الآن الحمد لله السطح جاهز مرة، حديد كامل حلو. ركبوا الفلين كله وحطوا فوقه اللي هو 8 ملي حلو. هذه سكاي لايت، بعدين راح أوريكم المخطط. هذا سطح، هذا سطح، هذا سطح كامل هنا زين. هذه حقة مطر السطح اللي هنا، عاد بعدين نقدر نركب المجرى زي حق السيارات من السيارات إذا نمدها على كيفنا. هذه روائح المطبخ، تروح ريحة فوق وزي كذا، تعرفون المطبخ فيه روائح ما روايح. نجي للحمام زين. قبل هنا هذه حقة الكهرب اللي 3 أدوار، الدور الأول الدور الثاني الدور الثالث. هذه الداتا حقة الكهربائي ممتاز. هذه اللي يطلع منها الماسورة، ماسورة من الخزان. وهذه حقة الريحة اللي تحت الحمام الأرضي، طبعا مجاري الحمام الأرضي رايحة تحت. هذه المواسير نازلة هنا بوصة. نجي لهنا، هذا حمام حلو، هذا حمام. هذا الأفرنجي هنا الأفرنجي المعلق. وهذه الصفاية عشان تاخذ مقاساتها لازم تاخذ مقاساتها من الغرفة من هناك. مثلا هناك سطح، بعد البلك تاخذ مقاساتها وتناظر وين يبدأ الحمام حلو، وين جداره مثلا، وين الجدار، وتحطه اللي هو بعده هنا. هذه لازم تتأكد من تحديدها بالضبط حلو، لأن بيصير جنبها أصلا بلك 15 عشان يصير معلق، يعني هي بعد الجدار على طول. الجدار هنا هي بعدها الماسورة. طيب الآن هذه مطر في فوق زي المنور، هذه راقيت له. وهذه مطر للسطح اللي هنا. هذه نشوف وين هي. هذه أنا كاتب عليها عشان ناخذ هذا. ايوه حمام اوكي ملحق. هذه حمام ملحق، هذه 2 حمام ملحق، والروايح حقته رايحة فوق. هذه هي المعلق اللي تحت، نازل 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 مشبوك مع هذه. بعدين راح تشوفونها ان شاء الله في الصالة. يعني هذه ما راح نمدد لها من هنا لين هنا تحت الصبة ويصير فيها تسربات ما تسربات وزي كذا، لا. هذه وهذه راح تشوفونها تحت الصبة ان شاء الله. لما نخلص العظم راح يمدد المواسير هذه وتمشي هذه واحدة هذه 2. كل الحمامات كذا طبعا، هي افضل طريقة. هذه حمام اللي فوق راح ينزلنا اللي هو المجاري وينزلنا الصفاية وتطلع فوق تكمل علشان تطلع الريحة حلو. نجي هنا الحمام هذا، الحمام هذا هنا الدرج زين، معناته في جدار هنا حلو. ناخذ مقاسم المخطط نفسه لين تلقى الجدار. إذا لقيت الجدار هنا، الجدار خلاص. هذه الأفرنجي مثلا، هذه الصفاية، هذا الأفرنجي، هذه الأفرنجي هنا، معناته راح يبني بلك هنا مقاس 15. هذه الروايح حقتها لازم نكتب على حقتها هنا تهوية الصفاية، تهوية المجاري، عشان ما نقلب بينها. هذه طبعا راح تروح فوق وراح تنزل الموية إلى تحت حلو. شوفون جاية تحت. الآن الكهربائي بيشتغل ويبدأ الشغل إن شاء الله. هذه مواسير التغذية، المواسير اللي جاية من الخزان، 4 مواسير حلو. هذه غرفة مطل قزاز، هذا سكروه ليش بحديد. هذه يمكن عشانها زاوية وعلشانها يعني طلب من المهندس عشان ما يصير فيه نزول زي كذا. هذا دورة مياه، دورة المياه نفس الشيء، نحسبها من هنا من عند الجدار لحد هنا. هذا الأفرنجي حلو، يصير بلك هنا 15 بلك 15. والجدار الحمام راح يكون من هنا، فنبنيه بعدين على طول نسوي خليه معلق. وهذه الصفاية وهذه حقتها. ليش كتبنا 4 و6؟ 4 بوصة اللي هو المياه الخفيفة، و6 بوصة المياه الثقيلة. هذا سطح حلو. هذا أيضا سطح الغرفة اللي تحت حلو. هذه مطر السطح اللي فوق، وهذه مطر
للي هنا أي سطح لازم نخلي له مطر. الآن الكهربائي يشتغل ويمدد لنا إن شاء الله من هنا اللي هو حقت مراوح الشفط كلها من هنا، والمكيفات بتكون في الخلف من هناك. واعتقد خلصنا من كل شيء، جاهزين للصبة إن شاء الله.